لا سهل تمام، اشتغلت عليها قبل كده. ساعتين كده واسلمها لك قشطة. قشطة انا خلاص خلصتها فاهم، هو بس فاضل شوية حاجات يعني. هظبطها كده وهسلمها لك بقى النهاردة. ازيك يا اجمد واشطر ديفلوبر في العالم. من فتره ومن حسن حظي وقعت في كتاب اسمه 14 Habits for Highly Effective Developers. الكتاب ده بيتكلم عن 14 عاده هتخليك اجمد بكتير. العادات دي اتفق عليها وشارك فيها ديفلوبرز من معظم الشركات الكبيره ان ما كانتش كلها، زي امازون وجوجل ومايكروسوفت وشوبيفاي وسبوتيفاي وجيت هاب ادوبي. قريت الكتاب واستمتعت بيه جدا جدا. الحقيقه ان انا بقالي فتره كبيره قوي ما لقيتش الكتاب اللي يشدني بالطريقه دي ويخليني عايز اخلصه النهارده قبل بكره، فقررت اعمل فيديو واتكلم عن العادات اللي الكتاب ده قالها. حرفيا العادات دي كفيله ان هي تغير طريقه تفكيرك للابد، وكفيله ان هي تنقلك لمكان تاني خالص. الكتاب مقسم العادات دي لاجزاء، يعني العاده الاولى والثانيه والثالثه بيتكلم فيها عن طريقتك في انك ازاي اصلا تتعلم. العاده الرابعه والخامسه والسادسه بيتكلم عن شغلك اليومي. العادة السابعة والثامنة والتاسعة بيتكلم عن الكارير أو خطتك المهنية خلال شغلك. العادة رقم 10 و11 و12 هيتكلم عن طريقة شغلك جوه فريق. وأخيرا العادة رقم 13 و14 هتكون عادات بتتكلم عن حياتك بشكل عام. قبل ما نبدأ خالص ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن أنا تعبت قوي في الفيديو ده كالعادة يعني. ما تنساش برضو تعمل سبسكرايب أو متابعة للقناة لو أنت مش عامل سبسكرايب. وأخيرا شارك الفيديو ده مع أصحابك عشان الكل يستفاد منه. صدقني مش مجرد كلام، العادات دي حرفيا هتغير حياتك للأبد. انت مستني ايه تاني؟ روح اعمل كوبايه القهوه الجميله وتعالى نتفرج على العادات دي واحده واحده. العاده الاولى: مفيش حاجه اسمها افضل مجال. كل مجال ليه شغله وليه احتياجه الخاص. اتعلم ان انت تقول لا شويه، مش مع كل حاجه جديده تظهر في السوق تخاف ان هي تضيع منك. الاحساس ده بنقول عليه fear of missing out، يعني خايف ان الحاجات تفوتك او تضيع منك. لازم تركز في المجال اللي انت اخترته وتدرسه كويس وتكمل فيه. في نفس الوقت شوف الجديد طبعا واقرا عنه. الموضوع ده بيفكرني لما فلاتر ظهرت، في ناس كتير اعرفها ساعتها سابت اللي في ايديها واتعلمت فلاتر، ما ادركوش فكرة انها مجرد فريم ورك جديدة. طيب اسأل نفسك دلوقتي، هل اللي كمل ساعتها مجاله خسر؟ العكس، دلوقتي هتلاقيه اشطر واكبر في مجاله وراح شركة احسن ومرتبه بقى اكبر. فالخلاصة الحاجات الجديدة مش هتخلص، فواحدة واحدة على نفسك ويركز في حاجة واحدة بس. هنا الديفلوبمنت ليد في مايكروسوفت علق على الكلام ده وقال انه كان بيحاول يتعلم اي حاجة جديدة بتظهر، ومع الوقت اكتشف ان ده كان غلط، وان هو مش لازم يكون ملم بكل حاجة بتظهر، ومش لازم مع كل حاجة جديدة تظهر يروح يحاول يتعلمها، لان الحاجات الجديدة مش بتخلص. وهنا برضو الانجينيرنج مانجر في جوجل قال مع كل حاجة جديدة كانت بتظهر في مجالي، هل هيكون مفيد ليا ان انا اتعلمها ولا اتعمق اكتر في اللي انا شغال فيه حاليا؟ ودايما كان بيسأل نفسه ايه اللي يستحق اكتر ان هو يدوس فيه، لكن تيقن انك مش هتتعلم كل حاجة. العادة التانية: ركز على الاساسيات. ممكن تشتغل من غير ما تكون ملم بالاساسيات بشكل كويس، لكن لو عايز تبقى جامد فعلا ومش عايز حاجة توقفك في طريقك في الشغل في اي وقت من الاوقات، يبقى مفيش مفر، لازم تتعلم الاساسيات كويس. الاساسيات دي هتلاقيها مشتركة بين كل المجالات اللي ممكن تشتغل فيها كمهندس برمجيات، وانا نزلت فعلا الاساسيات دي في فيديو بعنوان ازاي تكون مهندس برمجيات جامد، هتلاقيه على القناة عندي. في الفيديو ده هتلاقي كل المهارات اللي محتاجها كمهندس برمجيات بجانب المجال اللي انت اخترته. فخلينا نقول ان ملخص العادة دي ان ازاي تلاقي شغل غير ازاي تبقى جامد وشاطر ومفيش حاجة توقفك. العادة التالتة: لو عايز تتعلم حاجة بجد يبقى لازم تكون قادر تشرحها. بعد ما تدرس اي حاجة او تتعلم اي حاجة، عايز تتأكد ان انت فعلا فاهمها صح، حاول كده تشرحها لنفسك، حاول كده تشرحها لحد من اصحابك. طب لو حد مبتدئ تقدر تشرحها له في اقل من دقيقة ويفهمها؟ هنا الانجينيرنج مانجر في جوجل قال لما بتيجي تشرح حاجة انت بتحتاج تاخد خطوة لورا وتسأل نفسك هل انت فعلا فاهم الحاجة دي بشكل كويس وكافي؟ فالشرح كمان بيساعدك في انك تكتشف ايه التفاصيل اللي انت مش فاهم. العادة الرابعة هما بيقولوا عليها بي بورينج، بس انا بفضل ان انا اقول عليها keep playing. العادة دي انا بحبها قوي. العادة دي بتقول ان البرمجة ما فيهاش فوز. البرمجة ما فيهاش فوز. اللي انت تقدر تعمله ان انت كل يوم تحاول تخلي المشروع بتاعك احسن، تحاول تخلي المشروع بتاعك اكبر، تحاول تخليه اسرع، تحاول تخليه بيتقرب بطريقة احسن، لكن تفادى فكرة ان انت تسهر كل يوم بعد الشغل عشان خاطر تخلص اللي عليك. انت كده كده مش هتفوز ومش هتخلص، الموضوع مكمل معاك، فخلي نفسك طويل. هنا حد اتكلم في شوبيفاي وقال اكتر ناس استفدت منهم واكتر ناس كانت مميزة في شغلها كانوا دايما عندهم اجندة واضحة للمواعيد، كانوا دايما بيبدأوا شغل وبيخلصوا الشغل في نفس الوقت
كل يوم. هنا برضو اتكلم حد شغال في جيت هاب وقال ان افضل ناس اشتغل معاهم ما كانوش بيسهروا كل يوم عشان يخلصوا الشغل، ما كانوش بيبقوا قلقانين من الشغل اللي هيتسلم الاسبوع اللي جاي، كان نفسهم طويل لان الشغل مش هيخلص والبرمجة ما فيهاش فوز. ففي النهاية كده زي ما قلت لك في الاول keep playing، لان البرمجة عاملة زي ماتش الكورة اللي هيفضل مكمل معاك. فانت كل اللي عليك انك تروح تلعب، كل اللي عليك ان انت تروح تلعب. العادة الخامسة، اشتغل لنسختك المستقبلية. فاكر الكود اللي كنت شغال عليه من فترة وظرف ما اندمجت في شغل جديد، وطبعا لما جيت تكمل شغل عليه تاني بعد سنة مثلا لقيت نفسك مش فاكر حاجة ومش فاهم ايه اللي انت كاتبه ده. كلنا تعرضنا لده قبل كده. السبب الاساسي لده اننا واحنا بنكتب الكود بنحط فيه كل المهارات اللي عندنا، بنحاول نكون اشطر، بنحاول نكون اذكى، وده مش غلط، لكن ما تكتبش كل نسختك الحاليه بس. ما تتوقعش ان انت تفضل فاكر الحاجات، ما تتوقعش ان انت تفضل فاهم اللي انت كتبته. فالصح ان انت وانت بتكتب الكود تسال نفسك لو انا جيت في اي وقت وفتحت الفانكشن دي او فتحت الكود ده هقدر افهمه. هنا اتكلم سينيور اندرويد ديفلوبر في سبوتيفاي وقال لما بكتب كود دايما بسال نفسي هل اي حد في اي مستوى خبره هيقدر يفهم الكود ده ولا لا. وقال ان هو بيكتب كود بسيط على قد ما يقدر، بيسيب يونت تيستنج للكود اللي بيكتبه ده بشكل ما بيخدم كدوكيومنتيشن بعدين. بيحاول برضه يوضح كل حاجه عن طريق جيت فيرجن كنترول بحيث ان اي حد في اي وقت يقدر يفتح المشروع ويفهم ايه التعديلات اللي تمت عليه. العاده رقم 6، من 9 ل5 مش كفاية. كلنا بنشتغل 8 ساعات كل يوم، لكن للأسف البرمجة مختلفة شوية. يعني هيكون عندك تكنولوجيز جديدة محتاج تجربها او محتاج تعرف عنها اكتر، هيكون عندك حاجات اصلا في مجالك اللي انت شغال فيه ومحتاج تجربها بره الشغل او مفيش فرصه كفايه ان انت تجربها في الشغل. عشان كده مشهور عندنا كديفلوبرز ان احنا دايما بنستثمر شويه في الوقت اللي هو بعد ال8 ساعات شغل، خصوصا في بدايه حياتك. وده مش معناه انك تخلص شغل وتفضل على طول قاعد تذاكر وقاعد تقرا وسايب كل حياتك. هنا صاحبنا اللي شغال سينيور في سبوتيفاي قال انه زمان كان دايما بعد ما بيخلص شغل ويخلص ال8 ساعات شغل بيفضل قاعد شغال وبيتعلم وبيقرا، لكن مع الوقت اكتشف انه كان بيذاكر وبيقرا اكتر من اللازم، كان بيجي على حياته عشان الشغل. وبيقول ان هو بدأ يعمل ورك لايف بالانس، وان انا لازم اذاكر واتعلم الجديد وادي لنفسي شوية وقت بعد ال8 ساعات شغل، لكن في نفس الوقت ما يجيش على حساب حياتي الشخصيه. هنا برضو قال حد شغال ليد في فيسبوك اهم حاجه انك ما تخليش حبك للبرمجه وشغفك ليها ياثر على نمط حياتك. اتعلم واقرا بعد شغلك، لكن حياتك واهلك اهم. هو بالنسبه ليه هي دي البريوريتي، هي دي الاولويه، اهله واصحابه. وده برضو ما بيمنعهوش من ان هو لو عنده مشروع على جنب يجرب يتعلم فيه حاجه، لو في حاجه متحمس ليها يجربها. العاده السابعه، اتقن الجانب المظلم، البيزنس سايد. معظمنا عدى علينا الوقت اللي كنا بنقرا فيه الناس بتوع البيزنس، شايفينهم ناس مش بيهتموا بجودة الكود ولا الشغل واهم حاجة عندهم الفلوس. لكن مع الوقت هتفهم ان فهمك الكويس للبيزنس هيوفر عليك حاجات كتيرة قوي. اول حاجة هيوفر وقت، لان كل ما هتفهم بيزنس اكتر كل ما هتلاقي عندك اجابات لحاجات مش هتستنى ان حد يديها لك. تاني حاجة، صدق او لا تصدق، هتكتب كود احسن، لان لما تبقى فاهم البيزنس والابليكيشن اللي انت شغال عليه هيبقى عندك رؤيه واضحه قوي ايه اللي مكمل معانا ومهم وايه اللي مش مهم. فانت كده فهمت ايه الاجزاء اللي من الكود اللي هتركز عليها وهتبنيها بشكل احسن. كمان لو انت فاهم بيزنس كويس هيبقى عندك رؤيه واضحه للاولويات، هتعرف وهتقدر تشارك ايه المهم، ايه الاولى، ايه اللي ممكن نخلصه دلوقتي، ايه اللي ممكن نسيبه للشغل اللي بعدين. وفي الاخر خلينا نقول في العاده دي ان اللي بيكتب كود كويس ده جامد، لكن الشخص اللي بيكتب كود كويس وفاهم البيزنس بتاعه ده ليفل تاني خالص. هنا في 3 اشخاص اتكلموا عن تجارب شغالين في بلاك بيري، نيويورك تايمز وشوبيفاي، ومن الاخر كلهم كده اكدوا مدى اهمية انك تكون فاهم بيزنس وقد ايه ده بيساعدك في الشغل بتاعك. العادة رقم 8، المشاريع الجانبية أو السايد بروجكتس. لو أنت لسه بادئ شغل فالمشاريع الجانبية دي مهمة جدا ليك، لأن هي دي تعتبر خبرتك الوحيدة وهي اللي هتقوي السي في بتاعك. هتبدأ تظهر فيها المهارات اللي أنت استخدمتها فعلا واللي أنت اتعلمتها، وهتكون بونص ليك وسط كل اللي متقدمين معاك على الوظيفة. ولو أنت عندك خبرة وشغال فالمشاريع الجانبية برضه لسه ليها أهمية معاك، لأنها هتساعدك إنك تتعلم كل المهارات اللي أنت محتاجها والحاجات الجديدة اللي أنت بتشوفها في مجالك من غير أي ضغط ومن غير مواعيد. فكده كده هتساعدك وكده كده مهم. هنا الانجينيرنج مانجر في جوجل قال ان المشاريع الجانبيه بالنسبه له حاجه مهمه جدا، كان بيتعلم فيها كل المهارات اللي عايزها من غير اي ضغط ومن غير اي مسؤوليه ومن غير اي مواعيد محدده. الفكره كمان ان المشاريع الجانبيه دي انت ممكن تنشرها على النت ومع اصحابك وتاخد عليها كود ريفيو، والكود ريفيو ده هو اللي هيعلمك الحاجات
اللي مختلفة عن اللي انت بتطبقها كل يوم في شغلك. وهو اصلا اتعرف على الكاتب بالطريقة دي، ان كان في مشروع اوبن سورس والاتنين عملوا كونتريبيوشن فيه. هنا برضو اتكلم حد شغال في جيت هاب وقال ان المشاريع الجانبية كانت دايما طريقة ليه بانه يتعلم المهارات الجديدة، كانت دايما برضو طريقة بانه يساعد الناس. هو شايف ان من غير المشاريع دي ما كانش هيوصل للمكان اللي هو فيه النهارده. العادة رقم 9، ماريو ولا سونيك؟ تتنطط بين الشركات ولا تفضل وقت اكتر في الشركة؟ خلينا نقول ان في اول شغلك عادي انك تتنطط بين الشركات، عادي انك تكسب خبرة من هنا ومن هنا وتجرب هنا وتجرب هنا، لكن في مشكلة كبيرة في الموضوع ده. تنقلك السريع ما بين الشركات مش بس بيأثر على السي في بتاعك، وان كانت ان دي حاجة مش هينة، لكن الفكرة ان تنقلك السريع ده بيخلي المعرفة اللي انت كونتها معرفة سطحية. لكن كل ما فضلت قاعد في الشركة اكتر، كل ما بيظهر لك سيناريوهات اضخم، وكل ما بيظهر لك سيناريوهات معقدة اكتر وبتحتاج منك حلول اقوى. وهو ده اللي بيكون الخبره الحقيقيه. انا اتكلم واحد كان شغال في ياهو كانجينيرنج مانجر، وحاليا هو شغال في امازون كهيد اوف ديفلوبمنت. قال ان هو قعد في ياهو 10 سنين، وقال ان مقتنع تماما ان الشخص ما يمشيش من الشركه غير لو ليه تاثير واضح وانجازات واضحه، وانه بسبب المده الكبيره اللي قعدها في ياهو كانت سبب رئيسي في انه يجيله عروض من شركات كبيره، وكانت سبب رئيسي في انه يكون خبره حقيقيه وخبره كبيره. العاده رقم 10، اسمع كويس. الشخص الشاطر الذكي اللي بيتكلم عشان عنده حاجه يقولها، مش اللي بيتكلم عشان خاطر يقول حاجة. انت مش مطلوب منك تسمع عشان ترد، انت مطلوب منك تسمع عشان تفهم. انك تسمع اللي قدامك وتحاول تفهم هو بيقول ايه اهم بكتير قوي من انك ترد عليه. سهل جدا قوي انك ما تصبرش على اللي قدامك وهو بيتكلم وانك تكون مستني ان هو يخلص عشان خاطر ترد. سهل جدا انك تبان ان انت فاهم وليك القرار الاول والاخير. سهل جدا انك تلوم الشخص التاني اثناء النقاش. سهل جدا انك ما تركزش في الكلام اللي بيتقال قدامك ولا تركز مع الشخص اللي بيقوله. عارف بقى ايه الصعب؟ انك تسمع عشان تفهم مش عشان ترد. النقاشات دي بتكون فرصة انك تظهر الجانب الحلو ليك الجميل او تظهر اسوأ ما فيك. كديفلوبر انت محتاج تشوف انت بتعامل التستر ازاي، بتعامل الناس بتوع التصميم ازاي. وكاركتكت او ليد او سينيور انت محتاج تشوف انت بتتعامل مع الجينيورز او الناس الجديده في الفريق ازاي. طب لما بيطلعوا حاجه غلط بتصبر عليهم ولا بتتصرف ازاي؟ طب بتقدر تفهم ايه المشاكل اللي قابلتهم عشان يطلعوا الحاجه دي غلط؟ كل شخص انت بتقابله حرفيا عنده مشاكل انت متعرفش عنها حاجه، فدايما خليك لطيف ودايما اصبر ودايما افرض النيه الحسنه الاول. هنا اتكلم التكنيكال ليدر في ادوبي وقال ان التواصل اصلا عباره عن فن، او زيه زي الفن، محتاج تمارسه كل يوم. محتاج تدرب نفسك انك تسمع اللي قدامك وتفهمه، محتاج تدي اللي قدامك مساحه عشان خاطر يتكلم. هنا اتكلم برضو الهيد اوف ديفلوبمنت في امازون وقال ان مهارات التواصل انك تسمع كويس في حاله الليدر اهم بكتير قوي من اي مهاره تانية. انت بيكون عندك فريق كبير من جنسيات مختلفة، من ثقافات مختلفة، لازم تحاول تقلل المسافات بين الفريق بتاعك، لازم تحاول تخليهم يفهموا بعض ويصبروا على بعض ويسمعوا لبعض. وكونك ليدر ده مش معناه ان انت ليك استحقاقية فوق اي حد. كونك ليدر ما هو الا انك زميل بس بمسؤوليات مختلفة. كونك سينيور ما يفرقش عنك وعن الجينيور غير ان انت ليك مسؤوليات مختلفة، لكن انتوا الاتنين زمايل. ما ينفعش يكون في تعدي، ما ينفعش يكون في استحقاق، ما ينفعش يكون في authority في التعامل ما بينكم وما بين بعض. العادة رقم 11، ما تستهونش بالتاسكات. مبدئيا انا هقول هنا كلمة estimation كتير قوي. فالاستيميشن دي معناها الوقت اللي انت هتاخده عشان تخلص التاسك اللي معاك. انت بتاخد فلوس عشان تحل مشاكل. كل تاسك جديدة مشكلة جديدة، حتى لو اشتغلت عليها بالظبط مفيش حاجة اسمها كده. دايما هتكون في حاجة مختلفة، دايما هتكون في حاجة مختلفة. ممكن التصميم يكون مختلف، ممكن الاركتكتشر تكون مختلف، ممكن يكون في حاجة تانية في المشروع هتأثر على اللي انت هتعمله، فبالتالي خلت التاسك مشكلة جديدة. فأيا كانت الكيس بتاعتك صدقني مفيش حاجة اسمها التاسك هي أنا عملتها قبل كده. مش مصدق؟ طيب يعني حصلت لك كم مرة واشتغلت على تاسك وقلت هتخلصها خلال ساعتين لأن أنا عارفها قبل كده واليوم خلص وانت لسه شغال عليها؟ طب ايه السبب؟ بص، مبدئيا ما تحاولش تبهر الناس اللي شغالة معاك وتقول ان انت بتخلص الشغل بشكل اسرع. بعد كده ما تفكرش في التاسك انها مجرد كود. اعمل حساب اليونت تيست، اعمل حساب الباجز اللي ممكن تطلع عشان تحلها، اعمل حساب ان الشغل ده اصلا لسه ما حصلوش ميرج، اعمل حساب الكود ريفيو، اعمل حساب الميتنجز اللي انت هتحضرها كل يوم. ولازم تفهم ان مفيش في الاستيميشن 100% صح. كده مشاكل هتحصل، كده بجات هتظهر، كده الاستيميشن مش هيبقى مظبوط 100%، لكن مع الوقت انت بتتعلم. في كتاب حلو جدا اتكلم عن الاستيميشن اسمه Software Estimation Demystifying the Black Art. ده بيديك نصائح حلوة عشان تقدر تدي استيميشن واقعي اكتر. اول حاجة، لو عندك تاسك كبيرة قسمها لتاسكات صغيرة بحيث ان الواحدة فيهم تخلص في اقل من يومين.
دايما خلي الاستيميشن في رينج. يعني مثلا لما تيجي تدي استيميشن لتاسك معينة وهي تاخد يومين، دايما حاول تقول ان هي هتاخد ما بين يومين لتلاتة. فدايما اعمل حساب اسوأ حالة وافضل حالة. لو انت تشتغل في حاجة جديدة ادي استيميشن زيادة من 20 ل 40% عن الوقت العادي. يعني لو كانت هتاخد منك مثلا 10 ساعات، فلا هقول ان هي هتاخد منك من 12 ل 14 ساعة. اعمل حساب الدوكيومنتيشن او اعمل حساب ان انت هتكلم حد تاني تاخد منه معلومات عشان خاطر تقدر تكمل التاسك بتاعتك. وعلى قد ما نقدر الشخص اللي هيشتغل على التاسك هو الاولى ان هو يديها استيميشن. نتكلم ستاف في السوفت وير انجينير في جيت هاب وقال لي بقى، قال لك ان افضل استيميشن ان انت ما تديش استيميشن اصلا، لكن مش دايما هتعرف تهرب من الاستيميشن، وفي وقت من الاوقات هتحتاج تدي وقت واضح. في حاله ان انت ما عرفتش تهرب، شوف الوقت اللي انت هتخلص فيه التاسك واضربه في 2. هو حرفيا قال كده بجد. هو بيقول ان السبب في ده ان هو عمره ما شاف حد كان بيزعل لما بيسلم التاسك بدري، لكن كل الناس بتزعل لو التاسك اتسلمت متاخر. العاده رقم 12، تختار مجال واحد تتخصص فيه وتركز فيه ولا تقرا شويه من كل المجالات. لما تبدا حياتك كمبرمج هتختار الاساسيات في الاول، وبعد كده هتختار مجال وتدوس فيه شويه حلوين. هتقعد تدور على شغل وممكن تطول شويه الفتره دي لانها اصعب فتره في انك تلاقي اصلا اول وظيفه ليك، لكن في الاخر هتلاقي شركة وهتشتغل كجونيور. مع الوقت ومع الخبرة اللي انت بتاخدها من شغلك هتبدأ تكون ميد ليفل. في الاخر هتبدأ تكون اتقل وفاهم اكتر مجالك وفاهم كل التفاصيل اللي فيه، فهتوصل لليفل السينيور. ولما بتوصل لمرحلة السينيور دي بيبقى قدامك طريقين، يا تتخصص في المجال بتاعك وتفهمه اكتر، يا اما تكون ملم بمعلومات مختلفة من مجالات مختلفة. طب تختار ايه فيهم؟ عشان نجاوب على السؤال ده احنا محتاجين نعرف عيوب ومميزات كل واحدة فيهم. فتعال نشوف كده عيوب كل واحدة فيهم ونقرر في الآخر. خلينا نبدأ بالتخصص. ايه هي مميزات التخصص؟ أول حاجة فرصة إنك تاخد مرتب كبير جدا. تاني حاجة هتكون ملم جدا وبشكل كافي عن المجال اللي انت شغال فيه، وده هيخلي ليك قرارات مؤثرة جوه الشركة. تالت حاجة مش محتاج غير إنك تركز في مجال واحد بس أو في لغة برمجة واحدة بس. رابع حاجة دايما هتلاقي شركات كبيرة بتدور على الناس المتخصصين واللي عندهم فهم كبير في لغة معينة أو في مجال معين. طيب ايه هي عيوب التخصص؟ اول حاجة ممكن يكون مجال تخصصك ده نادر وملوش فرص شغل كتيرة. لو مجال تخصصك ده معرض او مهدد بالانقراض، ففكرة ان انت تبدأ من الصفر تاني هتبقى صعبة شوية عليك. ممكن تكون معرفتك بالمجال اللي انت فيه ده مربوطة بالشركة مش مربوطة بالمجال نفسه، ودي طبعا غلطة كبيرة قوي. طيب تعال نشوف الجنراليست او الشخص اللي عنده معلومات من مجالات مختلفة. ايه مميزات الجنراليست ده؟ اول حاجة بيتعود ان هو بيتعلم التكنولوجي بشكل اسرع. تاني حاجة قدامك فرص كتيرة في مجالات مختلفة. تالت حاجة لو انت محتاج شغل فانت ممكن تظبط نفسك بسرعة وتنقل على اسرع وظيفة تلاقيها. طيب ايه هي عيوب الجنراليست؟ بيكون صعب عليك انك تكون ملم باخر حاجات نزلت في كل مجال. تاني حاجة لو عندك مشكلة معقدة في مجال معين هتاخد وقت منك اكتر من العادي واطول من العادي. تالت حاجة لو انت بتغير المجالات بشكل مستمر هيبقى عندك صعوبة انك توصل لليدرشيب بوزيشن. رابع حاجة على الرغم من انك ممكن تلاقي فرصة شغل جديدة بشكل سريع، لكن صعب انك تبان ان انت افضل واحد متقدم للوظيفة. كده قلنا عيوب ومميزات كل واحد، الشخص اللي بيتخصص في مجال او الشخص اللي بيبقى عنده معلومات من مجالات مختلفة. هنا صاحبنا اللي شغال سينيور اندرويد في سبوتيفاي قال هو طول عمره كان عايز يشتغل موبايل ديفلوبر، وده خلاه يركز في الاندرويد ويدرسه بشكل اعمق. هو شايف ان دي كانت فرصته عشان يشتغل في شركة كبيرة، وكان دايما شايف ان الناس المتخصصين دول لهم فرص شغل اقوى في شركات معينة، ودي شركات بيكون عندها مشاكل في تكنولوجي معينة او مشاكل في لغة معينة او في ابليكيشن مبني بطريقة معينة، وعايزين حد عنده خبرة كبيرة عشان يقدر يسد الجاب دي او يقدر يحل اي مشاكل متعلقة بالتكنولوجي دي او الطريقة دي. بس برضو شايف ان اهم من التخصص ان انت يكون عندك قدرة في انك تدخل من مجال لمجال بسهولة. هنا اتكلمت واحدة شغالة سينيور في جوجل، هي مش متأكدة هي بتحب ايه اكتر. هي اشتغلت سيرفر سايد شوية واشتغلت موبايل شوية، وهي شايفة ان ايا كان التخصص هي بتركز على الحاجة اللي هي بتحبها والحاجة اللي هي بتستمتع اكتر وهي شغالة بيها. العادة رقم 13، ركز على الحاجات اللي تقدر تغيرها. الكاتب هنا اتكلم عن فترة كورونا وان هو كان كل حاجة بيشوفها في الاخبار وبيشوفها في التلفزيون كانت دايما مرعبة وكانت دايما بتخليه يخاف اكتر، لكن مع الوقت تيقن ان ملوش لازمة الخوف اللي عنده ده، لان دي حاجة بره عنه، دي حاجة مش هيقدر يغيرها، لكن يقدر يحمي نفسه واهله من الفيروس ده. يقدر يلغي على قد ما يقدر اي مواعيد بره البيت. هنا هو بيقولك ان في حاجات انت مش هتقدر تغيرها، انت مش هيكون ليك تحكم فيها او مش هيكون ليك قدرة في انك تغير حاجة فيها، وكل اللي عليك انك بس تغير طريقة تفكيرك اتجاه الحاجات دي وتبدأ تركز اكتر على الحاجات اللي انت بايدك انك تغيرها. وقال لك مثال على الحاجات اللي انت تقدر تغيرها وتتحكم فيها زي افكارك،
اصحابك، بتشرب ايه، بتاكل ايه، بتصرف فلوسك ازاي، بتعمل ايه في وقتك، بتتعامل مع جسمك ازاي، بتقدر النعم اللي في ايدك واللي انت وصلت له ولا لا. بعد كده قال لك شويه حاجات انت كده كده مالكش تحكم فيها ولا تقدر تغيرها، زي حاله الطقس مثلا، زي الاقتصاد والسياسة، زي الناس بتحب ايه وبتكره ايه. وفي الاخر انهى الكلام بطريقة جميلة جدا: بطل تضيع وقت في الحاجات اللي انت مالكش تحكم فيها واللي مش هتقدر تغيرها، وركز اكتر في الحاجات اللي انت تقدر تغيرها. العادة رقم 14: كفاية انتظار. الحقيقة ان المعاناة في خيالنا اكتر من الواقع. بص كده حواليك، من افضل واحد تعرفه لابسط واحد، كله عايز يعمل حاجة بس مستني وقت معين. البلد دي فاشلة وانا لازم اسافر، بس الشغل زي الزفت وانا لازم اشوف شغل تاني، بس انا عندي فكرة قوية بس. فهو دايما هتلاقي بس في اخر الجملة، دايما انت هتلاقي نفسك مستني حاجة. يعني مثلا شغلك مش عاجبك وعايز تشوف شغل تاني، بس ايه بقى؟ هل انت دورت على الشركات اللي انت عايز تروحها؟ طب هل انت عرفت هم محتاجين ايه منك؟ طب هل انت قدمت قبل كده؟ طب اترفضت كام مرة؟ طب كلمت حد عشان يعرفك طرق التقديم شغالة ازاي؟ طب بتسيب وقت قد ايه في يومك في انك تتعلم الحاجات اللي مطلوبة للشغل الجديد اللي انت عايز تروحه؟ طيب البلد مش كويسة وعايز تسافر، طب انت حددت الورق اللي انت محتاجه ايه بالظبط؟ حددت محتاج فيزا ولا لا؟ هل موفر وقت من كل يوم عندك عشان تتعلم اللغة بتاعت البلد دي؟ هي دي الفكرة باختصار. عايز حاجة خد اكشن. كلنا عايزين حاجات بس مفيش حاجة بتيجي لوحدها. فمن الاخر بطل تستنى، عايز تاخد حاجة اسعى وخد اكشن. كده احنا خلصنا خلاص، وانت كده عرفت العادات الجامدة اوي دي. ممكن تروح تكمل حياتك عادي وتنسى كل الكلام اللي احنا قلناه ده. ممكن برضو تخلي العادات دي جزء من طريقة تفكيرك، واوعدك هتغير حياتك للأبد. اتمنى ان الفيديو كان مفيد ليكم، واشوفكم على خير.